خادم فقراء إفريقيا وفارس العمل الخيري لم يترجل عن صهوة جواده، فعمل الخير لا ينقطع. 3 عقود من العمل الدعوي في إفريقيا قضاها السميط بعد أن تلقى صفعة على الوجه كما يقول عنها الراحل بسبب الفقر وأوضاع المسلمين الأفارقة، دفعته إلى العمل المؤسسي لإيجاد حل مستمر لا معونة متقطعة. عندي هدف في حياتي أني قبل ما أموت أسعى في تحقيق أن يكون هناك مكان لكل طفل في إفريقيا في كل قرية في المدرسة، يجب أن تسنح له فرصة لأن يتعلم. مفهوم جديد للعمل الخيري ارتكز على استمرارية التبرع ببناء أكثر من 480 منشأة تعليمية تضم أكثر من نصف مليون طالب، إضافة إلى نحو 9000 بئر ماء. فعمل الخير وتقديم المعونة لم يعرف التمييز لدى السميط، فكان الإنسان هدفه بغض النظر عن دينه. ديننا يأمرنا بأن حنا نقدم الخير للحيوان، فما بالك بالمسلم بالإنسان غير المسلم، كونه مسيحي أو وثني نقدم له خدماتنا، باستثناء طبعا المسجد مفروغ منه أن المسجد المسلمين، لكن الآبار يشرب منها المسلم وغير المسلم، مدارسنا يدخلها المسلم وغير المسلم، مكتباتنا يستفيد منها المسلم وغير المسلم. مكانة القارة السمراء في نفسه التي أسلم فيها على يده ملايين من أبنائها الفقراء والمحتاجين دفعته إلى عدم التخلي عنهم وقت الحروب رغم تعرضه لمحاولات اغتيال عدة من قبل جماعات مسلحة. هذا ثمن لابد ندفعه، ومع الأسف أن كل ما زادت الحروب ضراوة كل ما زادت حاجة الناس. ورغم تمكن السميط من إدراج لجنة مسلمي إفريقيا كأحد منظمات الإغاثة العالمية، لكنه لم يسلم من اتهامات بتمويل الإرهاب ووصلت إلى حد امتلاكه مصنعا للدبابات في إفريقيا. اتهمنا اتهامات كثيرة، لكن اللي يحب الجنة يدفع ثمنها، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عادل عيدان، العربية، الكويت.